بعد ما تخلص الفترة الأطول من حياتك في التعليم والفترة الذهبية في حياتك فترة المدارس، وبتبقى فاكر إنه خلاص وهتبدأ الحياة الحقيقية بجد، ساعتها بتتصدم بالواقع الأليم وبتبدأ فترة من أصعب وأسوأ فترات حياتك، فترة الجامعة. بعد عشوائيات المدارس بصراحة ما لقيتش أجمل من عشوائيات الجامعة علشان أحكيها لكم، وعلشان ما طولش عليكم هبدأ على طول. لو ما تعرفوش أنا طالب حاليا في جامعة من أشهر جامعات مصر، جامعة حلوان. وطبعا اللي ما راحش هناك دي مش جامعة عادية زي اللي بتشوفها في التلفزيون، يعني أنت هناك بالظبط كأنك بتقدم الخدمة العسكرية. يعني لو جاتلك ورقة الترشيح مكتوب فيها كلية وجنبها جامعة حلوان، اعرف وش إنك هتاخد سكن هناك، وهيبقى يومك كله في الجامعة وأوقات هتزور أهلك. أقسم بالله احنا وصلنا لحالة لا يرثى لها. ليه أبقى رايح الجامعة أمي تسألني هترجع إمتى، أقول لها معرفش، او اقول لها يعني هحاول ارجع النهارده، عشان احنا عندنا الوسيله الوحيده انك تروح وترجع هي المترو. وطبعا بقى مش هقول لكم على المترو، لما تيجي تروح تركب فيه الساعه 6 بالليل توصل بيتك الساعه 7 بالنهار. وانا هنا مش ببالغ يا جماعه، المترو حرفيا بيصعب اي طريق سهل، هو غالبا مصنوع عشان علينا بس. والباعة الجائلين هناك اكادوا اجزم ان هم اكتر من الركاب، وانا والله ما عنديش مشكله معاهم، ربنا يرزقهم ويرزقنا جميعا. بس وحياه ابوك ما كنش راكب طلعان عيني في الجامعه طول النهار وتيجي تقوم حادفني بكيس سمسميه في وشي. ودلوقتي ببساطه انا عايز اوجه نداء لاي حد بيركب المترو، ممكن يعني لو امكن تستحمى من قبل ما تنزل من بيتك، او تحط مزيل مثلا. واحد صاحبي قبل كده وديناه مستشفى حلوان العام عشان قاعد جنب واحد اخر مره شاف حمام كان حمام المدرسه. خلينا بقى نتكلم عن الجامعة ذات نفسها. أنا راجل طبيعي صاحي الصبح الساعة 5، لابس ومتشيك، واخد شنطة بنت وزنها يتقاس بالطن، راكب 10 ساعات عشان أوصل الجامعة. يا ترى ليه؟ أكيد عشان أتعلم، أكيد عشان ورايا امتحان، أكيد مش هعمل كل ده عشان أراضي في بتوع الأمن. يا جماعة والله إحنا أتفه بكتير من الاحتياطات اللي أنتوا بتعملوها دي. ليه عشان أدخل الجامعة بيطلبوا مني كارنيه الجامعة اللي لسه ما طلعش؟ طب ما هو لسه ما طلعش. لا ماليش دعوة، اتصرف. ولو مش معاك الكارنيه هيبدا يطلب منك حاجات غريبه فشخ. وثيقه اتفاق مكتوبه بالهيروغليفيه ما بين تحتمس وابو تريكه، تيشيرت مانشستر سيتي ممضي من عمر مرموش، عقد قران ما بين سلمى بوضيف ومدحت شلبي، صينيه مكرونه بالبشاميل. ولو من عليك ودخلت من البوابه اول حاجه هتلاقيها انه دخل واحد جنبك حاطط في جنبه عبوات ناسفه غالبا من تنظيم، تلاقي بنت بكروب توب، تلاقي واحد عامل مولت ولابس بوكسر وذكر كلمه، هتلاقيه طلع من بقه عمود كردان وثبتك بيه. وبغض النظر عن المشوار اللي ما بين 5 ل 10 كيلو عقبال ما نوصل للمدرج، الحمد لله ان احنا بنوصل عايشين اصلا. المهم ان احنا بنطلع المدرجات، بيبقى سعه المدرج الواحد ما بين 200 ل 300 طالب، والحمد لله فعلا بنقعد 900. والجو في الصيف بقى مع التكدس بتاع الطلاب مع الشبابيك المقفوله مع المراوح البايظه ما اقولكش دلعني. وكل ده لو قعدت جنب بنت بينك وبينها 4 متر هتبصلك بقرف. يا بنتي صدقيني والله بوشك اللي شبه الكبده ده محدش هيبصلك اصلا، هو مفيش مكان بس وربنا اراد ان انا اقعد جنبك، فما تقفقفيش وتقولي وتبصيلي من فوق لتحت كاني بالظبط واكل ورثك. ولو راجل بقى افتح بقك مع صاحبك اللي قاعد جنبك، ساعتها على طول من قبل ما تفتح بقك حتى هتلاقيها بتقولك الصوت لو سمحت. بس يا بنت بدل ما احدفك بازازه البادي سبلاش اللي انت قرفتينا بيه من الصبح اللي بريحه القرنبيط ده، وفاكره نفسك كده ريحتك حلوه وانت ريحتك سلق. قبل كده بقى دخلت محاضره في اول الترم، لقيت الدكتور بتقول يلا بسرعه عشان متاخرين في المنهج. قلنا لها منهج ايه يا دكتور اللي متاخرين فيه؟ دي اول محاضره. قالت لنا لا ما هو المحاضره الجايه الميد ترم. واحنا لحقنا يا وليه. وطبعا ما ينفعش تعترض، انت تتفخ وانت ساكت، عشان لو اعترضت انت كده بنسبه كبيره شلت الماده. لو اتكلمت في المحاضره شلت الماده، لو ما حضرتش المحاضره شلت الماده، لو ما ذاكرتش شلت الماده. لكن لو ذاكرت وعملت اللي عليك وحضرت كل المحاضرات شلت الماده. مفيش حد بينجح في الجامعه بنت دي. عندنا طالب بقى مش هذكر اسمه لحسن يتم اغتيالي لما اروح ولا حاجه، خلينا نخلي اسمه وليكن بلال. بلال ده يا جماعه بيعيد السنه بقاله بالميت 6 سنين، عنده 46 سنه، عنده دقن وشنب، عنده اسره، فاتح بيت، ولغايه دلوقتي في تانية جامعه. بنقول له يا ابني بقى ذاكر علشان تخلص، بيقول لنا لا انا عاجبني القعده الرايقه هنا. يا ابني واحنا مش بنطيق اهلك؟ يا عم روح اقعد على القهوه اتكلم عن عظمه المتحف المصري الجديد، اشتم محمد صلاح، احقد على ابو هشيمه، ولا شوف لك اي شغلانه بعيد عن ابونا وحياه ابوك. انت بقيت عبء علينا وعلى الجامعه وعلى الدكاتره وعلى المشاهدين على اليوتيوب دلوقتي. فاللي وصل للحته ديت من الفيديو لغايه دلوقتي يا ريت يا جماعه تنزلوا تكتبوا في الكومنتات سيب الجامعه يا بلال وارحمنا يرحمك ربنا. نيجي بقى المطاعم الجامعه وديت عليها علامه استفهام كبيره قوي. ليه بيبقى الاكل طعمه استغفر الله ما يتاكلش؟ بيبقى غالبا مسمم. واحد صاحبي كان هيموت وياكل سندوتش فلافل سوري ومات فعلا لما كله. الاسعار بتاعت المطاعم ديت اعتقد من كتر ما هي غاليه تنافس كوك دور وماكدونالدز مستريح. وبالرغم من كل ده
اقسم بالله ما بيعدي دقيقه غير والمطاعم ديت بتبقى متروسه. انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين؟ وليه كل التكدس دوت علشان سندوتش طعمه لو كنت كافر يخليك تأسلم، وكمان غالي فشخ. وغير الاكل، ايه المناظر اللي بيبقى قاعده هناك دي؟ استنوا بقى علشان هديكوا دلوقتي الخلاصه. دولت بيبقوا السكان الاصليين للمطاعم اللي في الجامعه. واحده غالبا بتبقى دهنه وشها من عند اي حد بتاع دوكو عندها على اول الشارع، بتبقى ماشيه مع واحد غالبا اوسم من احمد عز وديفيد بيكهام، يا اما العكس، واحده تنافس بجمالها بيلي ايليش وسيدني سويني وتبقى ماشيه مع واحد عامل مولد. ومن كتر السلاسل اللي بيبقى لابسها ما اعتقدش ان هم بيعرفوا يفرقوا ما بينه وما بين الكوبايه بتاعه الكولدير. نخلص بقى الحوارات ديت ويعدي شهر والتاني ونيجي بقى لشهر امتحانات الفاينل، زنقة الكلاب اللي كلنا بنحبها. الشهر اللي ام مصطفى البقالة اللي عندكم تحت بتبقى اغنى من ايلون ماسك فيه من كتر الشاي والقهوة اللي بتشتريهم منها. الشهر اللي بنسهر فيه لغاية الساعة 6 الصبح كل يوم لغاية اما بيبقى وشنا شبه وش الباندا عشان الهالات السوداء اللي حوالين عينينا، وبنخلص مذاكرة وبيطلع عين ابونا وما بننامش وبنروح عشان نمتحن. فاكرين بلال اللي حكيت لكم عليه من شويه؟ طبعا يعمل اكبر خناقه شفتها مع المراقبين ويخلي اللجنه شد علينا طول الساعتين اللي احنا قاعدينهم، لدرجه ان لو حد عطس ممكن يشيلوه الماده. عرفتوا ليه الواد دوت بقى خطر علينا؟ ومش خطر علينا احنا بس، انا لسه واخد بالي انه هيبقى خطر على الاجيال الجايه كمان. ما هو ما بينجحش، مش طبيعي والله. كل ترم وكل سنه يعمل نفس المشكله مع نفس المراقب ويسقط واحنا نعدي بدرجات رأفة. ده لو عدينا. انا عندي برضو واحد صاحبي بيعيد نفس المادة الخامس مرة بسبب دكتور مش عايزين نذكر اسمه لحسن يسقطنا انا كمان يعني. شوت احمد شعبان. لما بنخلص الامتحان بقى وبنروح، بغض النظر ان احنا بنروح في 4 ساعات زي ما حكيت من شوية علشان المترو، بنلاقي العيال على جروب الدفعة بيراجعوا الامتحان. وده غالبا بيكون اصعب وقت بيعدي عليا في اليوم كله، علشان يوميا 2 من صحابي بيكونوا شايلين ماده، وانا يا اما ببقى شايل ماده يا اما معدي بفارق اللعب النظيف. يا جدعان اتمنى والله العظيم جروب الدفعه ده يتلغي، ومن كل قلبي بقولها والله. المكان ده مرعب، ومهما اتكلمت عن المساوئ والشر اللي فيه والله ما هخلص النهارده ولا بكره. لو تلاحظوا بقى انا ما جبتش ولا سيره البنات في المدارس ولا البنات في الجامعه، علشان اعتقد دولت محتاجين حلقه لوحدهم. لو عايزين الحلقه ديت بسرعه اكتبوا لي تحت في الكومنتس. وبس كده يا جماعه، هو ده كان فيديو عشوائيات الجامعه. كان في حاجات في دماغي اكتر من كده بكتير بس الوقت ضيق اقسم بالله، ولازم اخلص كذا حاجه تانية. فلو الفيديو ده عجبكم وافتكرت حاجات تانية ممكن اعمل جزء تاني ان شاء الله. اتمنى اكون كنت خفيف عليكم النهارده وضحكتوا بسببي، وشكرا على الدعم الفتره الاخيره دي. بحبكم كلكم اقسم بالله. اشوفكم الفيديو الجاي مع عشوائيات جديده، وسلام.